يوم المقابلة رايح ومش مهتم وما فرقاش معاي، اتقبل اترفض، والله رايح ومش مهتم. هي اللي حصل يوم المقابلة، يلا بيني نكمل الحكاية. وجاني ساعتها موعد انترفيو ورحت المقابلة. طبعا اسم الشركة اللي ما هتوظفنا او توزعني على الشغل بتاعها اسمها الشركة السعودية المصرية. اسمها كده، انا مش عارف ليه، بس هل هم مجموعة مستثمرين؟ بس كان اسم الشركة كده، وليها فروع في كل القاهرة. والفرع اللي انا وزعوني عليه كان فين؟ كان في مصر الجديدة. في نفس اليوم، يوم المقابلة، صحاني ابراهيم الصبح، المعلم اللي علمني السيراميك، عشان اللي متابعش الحلقات يربط الاحداث ببعضيها. صحاني ساعتها المعلم ابراهيم الصبح، كان هو طالع على شغل السيراميك. يلا يا معلم عصام. ايه يا ابراهيم، سيبني نايم، يلا اصحى. قلت له يا عمي انا الموعد الانترفيو بتاعي الساعه 12 الظهر. قال لي لا بس مش هسيبك، مرات تروح عليك نومه، وقوم افطر معاني. صحيت برضه من النوم ورحت معاهم على القهوه، فطرنا فول ومش عارف ايه. طبعا هم دشوا بصل، قال لي انت ما تاكلش بصل عشان عندك انترفيو وما ينفعش. قلت له يا عمي مش هاكل بلاها بصل. كان موعد انترفيو ساعتها الساعه كام؟ الساعه 12 الظهر. وفين الموقع؟ في مصر الجديده. لسه فاكر اللوحه اللي معلقه على المكتب بتاع الشركه دي، اسمها الشركه السعوديه المصريه. لسه فاكره كانه قدامي دلوقتي. على كده اتصلت برضه علي زوجتي من امريكا، لما يسالك هيعمل معاك المقابله خليك واثق في نفسك. طبعا هم بالنسبه هنا في امريكا اغلب الشغل زي كده ما يبقى ايه انترفيوهات، فمتعودين يعني عادي بالنسبه له انترفيو. المعلم ابراهيم توكل على الله وطلع على شغله، وانا قاعد على القهوه قعدت لحد ما ايه يعني على الساعه 10 ونص كده، يعني في الحدود دي. كان موعد 12 يعني. قلت ايه هتوكل على الله واتحرك بدري عشان ما اتاخرش. كان الموقع بتاع الشركه السعوديه المصريه في مصر الجديد. توكلت على الله وركبت الاتوبيس وتوكلت على الله على فين؟ على مصر الجديد. اول ما رحت وصلت كنت لابس طبعا بنطلون اسود وبدله. طبعا كنت لابس بدلي بس ما حضرتش جرافيط يعني، بس بدله وجاكيت وبنطلون وقميص ابيض كده يعني. اول ما وصلت لقيت اليافطه محطوطه على الباب، لسه متذكرها لحد دلوقتي. طبعا الشركه دي ايه؟ هي مش عارف تابعه لمجموعه مستثمرين ولا ايه بالضبط الشركه دي، بس هي كانت كل الكافيهات دي تحت يدي. واول ما يعلنوا على وظائف احنا مثلا زي كده نروح ويعملوا معنا المقابلات ويوزعوني على الكافيهات اللي تبعي، كافيهات ومطاعم. اول ما دخلت زي كده قلت بالصلاه على النبي، اتنين شباب فرافير حلوين امامير قاعدين مستنين ايه الانترفيو بتاعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شباب حمر عاملين زي البلحي وكلهم من غير شناب، فيش شناب خالص، فيش غير انا اللي كنت بشنب. شنبي كان ساعتها طبعا اسود وغزير. المهم قعدت، كان فيهم ولد جامد كده وسمين. قال لي حضرتك انت جاي مقدم على وظيفه هنا في المكان؟ قلت له والله مقدم على شغل معكم. قال لي اقول لك صراحه حاجه طيب وما تزعلش. قلت له قول. قال مش هيقبلوك عشان شنبك دي. قلت له ايه يا عم انت ما تهزر ولا؟ قال لي والله صح. قال لي شغل السياحه لازم يكون من غير شنب. قلت له انت اسمك ايه؟ قال اسمي سامح وده صديق اسمه تامر. قلت له اهلا وسهلا بكم سامح وتامر. زين زين زين، شابين حلوين كده فرافير امامير. قال لي والله انا قلت لك. قال لي انت عندك شهاده خبره؟ قلت له لا ما عنديش شهاده خبره، وتاني حاجه انا عندي سي في كويس مقدم وكده. قال لي سي في ايه؟ ما انت ما عندكش خبره في السياحي. قلت له انت يعني عندك خبره؟ قال لي انا ويتر واشتغلت في الغردقه واشتغلت في اماكن كتير. قلت له بص يا صاحبي، موضوع النجاح والسقوط دي ده من عند ربنا. قال لي بس برضه لازم يكون عندك شهاده خبره، وقاعد يحبك لي الموضوع. المهم قال لي ما انت كنت شغال ايه طيب؟ قلت له انا صنايعي سيراميك. راح ضحك نص ضحكه صفرة كده وميل على زميله جنبه، عمنا تامر الصغير الحلو دي. فعلا كانوا شباب جميل يعني. قال له الراجل ده جاي هنا يعمل ايه؟ طبعا انا سمعت الكلمه. قلت له يا سامح. قال لي قلت له تعرف فيلم عروس النيل والخواجه بيجوا؟ قال لي يا عم انت بتهزر ولا ايه؟ ايه الكلام دي؟ قلت له ما انت سنك صغير يمكن ما توعاش على الكلام دي. قلت له عامة هحكي لك قصة الفيلم. هو وصديقه تامر ده قاعدين جنب بعض، اصله قاعد يشتغلوني. يقول لك ده صعيدي يلا نشتغل، وقلت له انا هشتغلكم برضه يا اولاد الايه. المهم قلت له الخواجه بيجوا دي كان مقدم على شغل،
قال له تعرف انجليزي؟ قال له لا. قال له تعرف فرنساوي؟ قال له لا. طيب تعرف الماني؟ قال له لا. قال له ما انت جاي لي؟ قال له جاي اقول له ما تعملش حسابي في الشغلانه زي. كحكه وقعدنا نضحك. قال يعني انت ما جيش تشتغل، جاي تهرج مثلا؟ قلت له انا ما فرقش معايا، انا مسافر امريكي. قال لي يا جدع انت بتقول ايه؟ الراجل ده جاي ينخع علي، انت جيتنا منين يا عم؟ قلت له هنخع عليك ليه؟ صح انا مسافر امريكا ان شاء الله، بس هي سنه قاعدها في مصر كده، وموضوع الوظيفه انا مش فارق معي، جاي ما جاش ما جاي. المهم قعدنا نضحك، ودخل ليها سامح صاحبنا دي جوا ايه الاوفيس للي هيعمل معاه الانترفيو. خش جوا يا دوب غاب يمكن 10 دقائق. طبعا الولد صراحه لابس برضه، متعود على الشغل ومتعود على الانترفيوهات، وهو كان يشتغل في السياحه من فتره كبيره. المهم خش جوا 10 دقائق او ربع ساعه وطلع. قال الحمد لله الحمد لله نجحت وهستلم شغله قريب. جا الدور على مين؟ قال لتامر صديقه، قال له عقبالك يا تامر ان شاء الله كده ونبقى مع بعض في نفس المكان. تامر برضه ويتر نفس القصه، بس تامر اصغر منه، هم شباب حلو كده في العشرينات ومن غير شنب، بالصلاه على النبي وحاجه ورور لسه. انا كنت كبير ساعتها، كنت يمكن 37 36 36 يمكن، عشان دخلت امريكا 37 قبل ما اخش امريكا بسنه. 36 يا 36. المهم قال لي يا تامر، تامر ده حته سكره. بعدين جا دوري انا على ايه؟ على الدخول. راح تامر صراحه لما ندهوني، المفروض يا عم كان يقول لي يا عم عصام، والله قال المفروض يا عم عصام يندهوك يقول لك يا سليم باشي. سليم باشا مين؟ قال لي سليم الانصاري. قلت له كان ساعتها مسلسل كلبش عامل ترند في مصر. قال لي انا بعد كده هقول لك باشا مصر. الثاني اللي جنبه سامح برضه قال لي يلا يا سليم الانصاري، يلا يا باشا مصر خش دورك. دخلت وقعدت على الكرسي. كان الموظف بيحكي في التليفون، شاب كده ورور كده وجميل وبشوش، صراحه كان وشه بشوش جدا. هو بيحكي في التليفون صراحه، انا قعدت على الكرسي عملت من بينها ورحت قاعد. حش يزعل من بتوع بنهي عشان هي ده مثل عندنا، عشان في واحد قال لي مالك بتوع بنها يا عم عصام. اول ما قعدت هو ما يحكي في التليفون راح بص علي كده، قلت ايه انا هقعد مستنيك لحد ما تخلص التليفون. المهم خلص التليفون بتاعه وقال لي اوراقك. طلعت له طبعا شهاده الجيش والمؤهل وشيك عليهم. وبعدين قال لي انت من سوهاج؟ قلت له ايوه من سوهاج. قال لي وازاي ده الشغل هنا في القاهره؟ قلت له ما انا مستقر في مدينه نصر واخد شقه كده وقاعد فيها يعني. قال لي اعمل حسابك ما فيش اجازات. قلت له عادي ما فيش مشكله. قال لي ده شغل مختلف عن اي شغل. قال لي انت كنت شغال ايه قبل كده؟ قلت له انا كنت شغال صنايعي سيراميك. قال لي صنايعي سيراميك وجيت تشتغل في السياحي؟ يعني انا اسمع انه صنايعي السيراميك كسيب وما يكسب، وايه اللي خليك تشتغل في السياحي؟ قلت له صراحه وباماني انا جايني سفريه على امريكي ومجهز نفسي وعايز اتعود على الشغل من قبل ما اسافر، لان قالوا لي السيستم عندكم نفس السيستم اللي في امريكا، 8 ساعات وشفتات وبريك اضحكوا. قال لي انت مسافر امريكا؟ قلت له ايوه مسافر امريكا. ازاي؟ قلت له ده موضوع طويل يطول شرحه، بس انا مسافر امريكي لان انا متزوج امريكي. اول ما قلت له متزوج امريكي بص لي كده، هو كان يعني شاب بشوش وجميل كده، بص لي كده وضحك وقال لي احكي لي يا عم عصام الحكايه. فالمهم صراحه قلت له يعني جت صدفه كده وحصل تعارف ومش عارف ايه وقلبت الانترفيو يعني قلب ضحك وهزار بعد ما كان يعني رسمي. بس هو صراحه من الاول شاب بشوش وكلامه حلو كده ويعني يديك كده روح معنويه عالي. المهم قعدنا نضحكوا مع بعض وقال لي ان شاء الله شغلك هيكون في مطعم أروما، هتمسك ركن الشيشي. قلت له شيشي؟ قال لي ايوه ركن الشيشي. قال لي احنا محتاجين فيه ناس صراحه، وبعدين الموضوع دي ما يحتاجش خبره يعني. انا بيني وبينكم قلت يعني شيشه شيشه ايه يعني، انا كده كده شغلانه وخلاص يعني. فين المكان؟ قال لي في شارع ال90 قصاد الجامعه الامريكيه، مول ال90، مول كبير قصاد الجامعه الامريكيه على طول. قال له المطعم اسمه مطعم أروما. قال لي اول ما تروح هناك هتقابل المانجر والمانجر هيعرفك طبيعه شغلك وان شاء الله ترتاح معانا. قال لي بس من الاول ما اقول لك اهو ما فيش اجازات. قلت له انا ممكن الموضوع كله يعني سنه ولا 9 شهور 8 شهور على حسب اجراءات اوراقي وهسافر. قال لي ربنا معاك يا عم عصام انا اتشرفت بيك، وكان فرحان جدا يعني. قال لي ولما تروح امريكا ما تنساناش. قلت له مستحيل الناس الحلوه تتنسى. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه. طبعا بعد ما طلعت من عنده وصلت التبي، بعد كده برضو كلمت ابراهيم كان موجود على القهوه. قال لي ايه عملت ايه يا وحش؟ قلت له الحمد لله ربنا كرمني ووافقوا وهشتغل ان شاء الله قريب. قال لي الحمد لله انا كده اطمنت عليك. قال لنا ان شاء الله نزل البلد وهتوكل على الله. قلت له نزل فين؟ قال لي والله انت شايف الظروف وما فيش شغل مليانه. قلت له خليك في شغل السياحه افضل. قال لي وان شاء الله هيكمل معاك المسير يمين لمعلم نور. قلت له مين لمعلم نور؟
قال لي نسيبي واخذ اختي وبص ما يجدع ورجولي. طبعا كان نور جاي في الشارع بالصلاه على النبي، لابس الجلابيه البلدي، شاب ابيضاني كده وشعره اسود وبرنس صراحه يعني. قال لي شايف الوحش اللي جاي من هناك دي؟ قلت له شايفه. قال لي ده المعلم نور. قال انا اصلا كنت، انت لما اتصلت بي انت وجاي في الطريق قلت له عصام جاي وتعالى عشان ايه تسلم عليه وكده واعرفكم على بعض. جاء نور برضه وقعد معانا على القهوه. اول ما قعد راح مطلع علبه سجاير مالبورو. صراحه نزيه هو يعني، هو معلم بيض محاره، بس الاخلاق والذوق والاحترام اللي فيه مش على حد. اول ما قعد طلع علبه السجاير مالبورو راح متحيني، وبعد كده نده على اللي شغال في القهوه قال له هات فيروز، ولبس الجلابيه البلدي والسكه. طبعا القطان السكه دي معروفه عندنا في الصعيد، جلابيه صوف حاجه محترمه يعني. بصوا معلم معلم يعني، ربنا يديه الصحة والعافية ويبارك فيه، ما قصرش معي نهائي. المهم ميل علي إبراهيم قال لي عصام، قلت لي، قال لي المعلم نور فنجري شوية. طبعا المعلم نور يعني ده شخصية غريبة شوية، أو شخصية يعني شخصية مصرية أصيلة، اللي في يده مش ليه. صاحب صاحبه، ماديات دي عنده ملهاش أي لازمة يعني. فبعد كده المعلم نور هيكمل معانا المسيرة. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنساش الاشتراك في القناة. طبعا أنا بعد ما قابلت المعلم نور في اليوم دي كان على طول تاني يوم الشغل بتاعي هيبدأ في شركة السياحي. طبعا شغلي كان فين؟ في شارع التسعين قصاد الجامعة الأمريكي، المطعم اسمه مطعم أروما. ولو حد راح هناك وسأل هيلقى اسمي هناك ودنيتي هناك، لأني اشتغلت فترة كبيرة. ده إذا كان المطعم شغال حتى الآن يعني، عشان في ناس ما تكذب رواياتي. أنا لا معكذب ولا معقول أي حاجة، أنا معوثق رحلة أنا مشيت بيه من مصر الأمريكي، حرف حرف كلمة كلمة، عشان الناس تشوف بس انه ما فيش حاجه بالساهل، وانه انت ما تتعب وتبذل مجهود على بال لحد ما توصل ليه هدفك. المهم اول ما رحت المول دي، طبعا مول كبير في شارع التسعين، او اسمه هو برضه مول التسعين قصاد الجامعه الامريكيه على طول في القاهره الجديده. وصلت المكان صراحه راقي ومحترم. المهم لقيت المانجر برضه منتظرني. طبعا انا اخذت عربيه من التبي، كان طبعا انا اخذت توك توك من التبي لحد فين، حد من العاشر، في ميكروباصات ما تطلع من عاشر على القاهرة الجديدة توديك على شارع التسعين على طول. فتأخرت حوالي 10 دقائق. أول ما رحت لقيت المانجر قاعد، قال لي أنت عصام؟ طبعا الملف بتاعي عنده وصورتي وحاجتي وكله. قلت له أيوة أنا عصام. قال لي أهلا وسهلا بيك، معك المانجر أسامي. قلت له مرحب بيك يا أستاذ أسامي. قال لي إن شاء الله ترتاح معانا والشغل يعيبك. قلت له تمام. قال لي بس انت متاخر 10 دقائق، يا ريت ما تاخرش تاني، الشغل ما فيهوش هزار. قلت هو المطلوب؟ قال لي نعم. قلت لا يعني انا احب الالتزام وان شاء الله هلتزم معاكم، بس دي عشان اول مره ما قدرتش المواصلات بالضبط. المهم قال لي يا عصام تعال معاي عشان اسلمك اياه اليونيفورم. رحت برضو استلم اليونيفورم. لبس كان تيشيرت ازرق، بنطلون اسود جينز، حذاء اسود. طبعا انا ساعتها كنت لابس كوتشي اسود. قال لي الكوتشي دي او الحذاء اللي انت في رجلك ده لازم يتغير ويكون جلد، جزمه جلد وملمعي. قلت ماشي. قال لي تعالي عشان اعرفك على التيم اللي هتشتغل معاه، واعرفك برضو على السوبرفايزر بتاعك. رحت برضو. طبعا المكان اللي انا كنت اشتغل فيه مكان مفتوح صراحة، يعني حاجة أباها وحاجة عظمة وحاجة جميلة جدا. لو لقيت صور عندي في الميموريات هحط لكم صورته. فرحت مكان مفتوح متغطي بشبك كده، شبك يعني هو مش شبك، حاجة شبه الشبك كده أو الخزف. المطعم راقي يعني، في نفس الوقت هو مطعم وشيشه، برضه شيشه تفاح ومستيكه شوف انا فين من السيراميك اروح للشيشه والمستيكه والحاجات. انا برضه لازم الشباب يشوف كل حاجه. الشغل مش عيب، الواحد يشتغل اي حاجه طالما الشغل بالحلال. وبعدين انا كنت شغال في شركه سياحيه، وده مش ما ياخده غير المؤهلات يعني، لو ما كانش واحد معاه مؤهل مش ما ياخدوه، لازم يكون كويس في الانجليزي ووضعه تمام. المهم خدني المانجر وعرفني على السوبرفايزر. كان السوبرفايزر راجل محترم وشاب كده قصير كده هو ومليان جسمه بيلعب حديد. كان هو اصلا يعني كان مدرب كمال اجسام او حاجه زي كده، لان جسمه حلو. عرفني عليه وكان في 2 تاني شغالين معاه في المكان. طبعا شغل الشيشه دي في نصبه رخام كده، ما يبقوا من الداخل، ما يبقوا شغال عليها واحد، وفي الارضيه تحت، الارضيه زي ارضيه الملعب اللي انا فيه دي، ما تبقى طبعا الزباين قاعدين. ومين يا جماعه؟ علية وصفوة القوم، يعني مش اي حد في المطعم ده ما يروح. كان يجينا
الممثلين ولاعيبة الكورة والسياسيين ووزراء. وبصوا يعني أنا شفت حياة في المكان ده إن شاء الله أحكيها لكم بالتفصيل. كنت أسمع أرقام فلكية أنا وشغال، وبالليل أرجع التبي عند الناس الغلابي الفقراء اللي نايمين وسط الطين. يعني شفت كل الفوارق الاجتماعية اللي موجودة في المكان دي. المهم عرفني، قال لي ده زميلك هيشتغل معاك، واحد اسمه ناصر وواحد اسمه علام. ناصر ده قصير، علام ده طويل. قال لي دول اللي هيعلموك. طبعا انا كنت ساعتها لبست، غيرت اليونيفورم بتاعي وغيرت ملابسي ودخلت على طول في الشغل. بعدين جي سوبرفايزر قال لي يا عصام تعال شوف برضو ايه، عشان انت ليك 3 ايام تريننج لازم تتعلم. قاعد يلف الحجر قدامي. طبعا الحجر يا جماعه فخار، لو عندي شيشه كان مثلت لكم، وانتم عارفين الشيشه يعني، ويتلف عليها ورق سلوفان زي القرطاس كده، ليها لفه معينه. طبعا حاول يوريني هو وناصر وعلام. صراحه علام يعني بصوا، انا الشخصيات دي استشفيت كل حاجه فيهم مع الوقت. احكي لكم تفاصيلهم، لان اي شغل ما يبقى فيه الزين وفيه العفش. اول يوم انا ايه خدته معاهم زي كده تدريب، وبعدين طبعا انت جديد يعني معرموا عليك الحمل كله. جينا اخر السهره، طبعا المكان مليان بسم الله ما شاء الله، مليان مليان يعني. وكان اقل حجر ينزل في المكان دي ب 80 جنيه. ده الكلام ده ميتي، الكلام ده في 2018 كان ب 80 جنيه الحجر و70 جنيه، والحجر هي سفسوفه صغيره ما لا تاكل ولا تشرب مني. بس طبعا الناس كان معاها فلوس وناس راقيه، فعلموني ازاي مثلا ايه اعمل الحجر وكده. وجاء اخر العشي طبعا الشيش كتير، في شيش قزاز وفي شيش عاديه اللي هي زي في القهوه بتاعت الناس الغلابي، وفي شيش القزاز دي اكيد الناس اللي ما تشرب شيشي بتعرف الكلام دي. تلم الشيش كلها يا عصام، السوبرفايزر ونصر وعلام قالوا تلم الشيش وهندخلوك جوا في المطعم هتشوف مكان الغسيل. كل زي بعضه. اعطوني الشيش، وساعتها لما دخلت قابلني شاب صعيدي الله يمسيه بالخير، يعني الراجل ده عمري ما انساه، اسمه عم اشرف. تحيه ليك يا عم اشرف لو وصلك الفيديو دي، انا والله مشتاق لك جدا. يعني الراجل ده يا جماعي ما شفتش منه الله كل الخير، صعيدي من اسيوط بلد الرجالي. المهم قال لي انت منين يا ابو عمو؟ اول ما شافني قلت له انا من سوهاج. قال لي اهلا وسهلا بيك. طبعا هو كان عم اشرف دي كان هي كان يعتبر كبير المنطقه في المطعم، اللي هو مع يغسل الصحون والاطباق وكده، كان البيك بوس بتاعهم، وكان اقدم واحد وكان شايل الشغل كله. اول ما شافني سلم علي، عرف اني من سوهاج، قال لي معلش يا عصام اول ايام او اول اسابيع هيرموا الحمل عليك، عايزك يا ابو عمو ما تزعلش وتستحمل. قلت له يا عمي يا استحمل ايه ده، شوف الشيش قد. قال لي معلش زي بعضه، تاكل عيش وبعد كده بس تركز رجلك، بعدها توكل على الله وهيجي واحد غيرك يشتغل الشغل دي يعني، او هيبدلوا معك. قال لي فيما بعد هيجي واحد جديد او هم هيبدلوا معك. قلت له زي بعض، وانا صراحه دلوقتي كنت ايه مشي الدنيا. قلت له بعدين انا مش هطول انا عملت البارح حكايه امريكا دي. قال لي كيف مش هتطول يعني؟ قال لي انت تعرف انا لي كم سنه هنا؟ قلت له كم سنه؟ قال لي 6 سنين ومش مروح البلد غير في الاعياد. قال شغل السياحه ما فيهوش اجازات. قلت واه يا اولاد. المهم قال لي كيف مش هتطول يعني؟ قلت له انا مسافر امريكي. قال لي لا ده الموضوع ده عايز قعدي وانا ما فاضيش لك، وبعدين ابقى احكي لي. قلت له خلاص ماشي، وسبته وطلعت برا. كان خلاص الشغل معي يلم نفسه يعني، ومع نشطبه ولميت الدنيا وظبطت حالي وتوكلت على الله، وسبت طبعا الروائح الحلوه والمباني والناس النظيفه والدنيا تاني في القاهره الجديده كانت يا جماعه، والله دنيا تاني. قلت لازم اوثق الحاجات دي. واول ما نزلنا الميكروباص على التبي نزلت في الارض، الطين والكلاب الضاله والقطط ماشيه في الشوارع، وناس نايمه تحت العربيات الكارو، وناس نايمه. يعني كان في واحد راجل كبير على مطلع التبي والله العظيم كان يخيط جزم. انا الراجل ده كنت اتعاطف معاه جدا، كان ينام تحت الماكينه بتاعت الجزم هو ويخيط وفي عز البرد، وانا جاي منيا شايف ناس فين مع تصرف وملايين اسمعها بودني لان انا كنت واقف على النصبه. المهم وصلت السكن وراجع تعبان، رحت لقيت حاجه غريبه يعني ما كنتش متوقعها. هي الحاجه دي هتعرفوها ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، واستنوني هنكمل الحكايه في الحلقه الجايه ان شاء الله. تحياتي لكم.